بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن اهم المعاملات للعنب بعد رشه الدورميكس، من اللي هو رشه الدورميكس التي تحرك نبات العنب من مرحله السكون والراحه للعنب الى مرحله النمو الخضري وانتشار البراعم او وتكوين البراعم او اخضرار البراعم. بعد رشة الدورميكس طبعا يحتاج النبات من 25 إلى 35 يوم لنضج البراعم واخضرار البراعم وإعطاء النبات النمو الخضري من مرحلة السكون إلى مرحلة النمو الخضري. يحتاج النبات إلى في بعض الحالات أو بعض الأراضي إلى انتظام الري والتسميد في الصباح الباكر. الري المنتظم والتسميد المنتظم في الصباح الباكر، ويفضل في 7 صباحا أو 8 صباحا. طبعا التسميد بالعناصر الصغرى والكبرى كاستخدام النترات والبوتاسيوم والفوسفوريك والكالسيوم والبورون، والرش بالتسميد بالاحماض الامينيه والهيوميك والفولفيك بالاضافه للطحالب مع الحديد والزنك والمنجنيق العناصر الصغرى، او الرش بالكبريت الميكروني او الكالسيوم والبورون. دي مهمه جدا، تسميد ورش. يفضل تسميد لعفان الجذور كبريتات نحاس او كبريت ميكروني. الرش طبعا ضد الفطريات زي الكبريت الميكروني المانكوزيب او ميتالاكسايل او ستيل الومنيوم. رش الورقي طبعا مغذيات، رشه حشري للمن والتريبس والجسد. طبعا التسميد المنتظم للعناصر الكبرى والصغرى للنبات. ويفضل في مرحله النبات طبعا انه يسمد تسميد بجميع العناصر، بس طبعا وخاصه طبعا بيفضل استخدام سلفات النشادر او النترات افضل من اللوريا. طبعا نبات العنب من النباتات التي تحتاج الى التسميد، بس تسميد منتظم اقل تسميد. تحتاج الى الجبريليك اسيد رش وتسميد، الهيوميك تسميد، الفولفيك رش، الطحالب البحريه رش، العناصر الصغرى حديد زنك منجنيز رش. يفضل ان نرش رشه حشري، بعدها رشه مغذي، وبعدها رشه فطري، وبعدها رشه حشري، وبعدها رشه نيماتودا، او رشه اعفان جذور، او رشه للنيماتودا تسميد، او اعفان الجذور تسميد. طبعا كل رشه يفضل الرش يكون من كل 4 ايام رشه. التسميد طبعا كل 4 ايام او 3 ايام كل ريه. طبعا بنسمي التسميد على حده. النباتات طبعا ما تحتاجش تسميد كتير، ويفضل التسميد ان كل عنصر يسمد لوحده افضل واحسن. والسلام عليكم.